السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد يا اخوان. ايش في؟ اغلبكم قاعد يرسل لي بالخاص بلا هشام بلا هشام بلا هشام، وطف بلا هشام. على طول رحت ركضت ورحت اشوف التقويم، احنا دخلنا رمضان ولا لا، لقيت انه لسه باقي شهرين، ليه مستعجلين؟ بعدين قلت يمكن شكله في واحد مسمي نفسه بلا هشام ولا شيء زي كذا، رحت بحثت في التيك توك بلا هشام وجاتني اطيب انواع بلا هشام، سعبلت نزلت تحت شويتين لقيت واحد اسمه الشام، مدري الشام مش الشامل مش الشمشون، قعدت ادور اشوف ايش وضع امه ذا، لقيت 4 صفات مجتمعة فيه: الكرنج والمكياج الزايد والغرور وبلا هشام. إذا جمعتهم مع بعض يطلع لك الشخص. مرحبا، أنا مروان تلودي. ومعلش إنه وعدتكم إنه المفروض منصة الإضواء، مسكت منصة الإضواء وقبلتها وحطيتها كذا على الجنب على اليمين ومسحت راسها. تم الإعفاء عنك لمدة يومين يا منصة الإضواء. خلينا نشوف وش وضع بلا هشام ذا وليش كلكم قاعدين تقولوا لي اتكلم عنه، وخلونا نغوص بأم المقطع. أنت حق المغناطيس يجذب النساء. ولله الحمد، كثير مغناطيس نساء. كان يسموني سالم أنا وصغير. ليش؟ لأنه بيشبهوني بالزير سالم. بزير سالم بشو بصير نساء كمان، فالزيور على بعض. الحمد لله. أول شيء بعيدا عن وجهك يشبه بولي بشكل ما يوصف، كانوا يشبهون بالزير سالم ذا. وين الشبه؟ مين اللي يشبهك أصلا؟ ذا تشبه ذا. وطف. يلا صوروا، بدنا نمشي. يلا صوروا معه. يلا بسرعة. صوروا سامي. يلا باي خلاص سكروا. يلا علي اللي زيت ايش القرف ذا؟ البنات قاعدين يبوسوا فيه وهو يضحك يتبسم ومستمتع، والبنت سبت جدك قالت لك الدخيل. المفروض بعد ما قالت كذا تقفل امه الشباك وتدعس بالسياره، بس انت لا، انت مستمتع ولقمت على عينك، قالتها لك مره ثانيه وانت خلي الضحكه تنفعك يا خروف. خذوني شروني هذا. اوكي انا عبر بس انا كمان بدي اتصور معك. ايوه برني يلا بس اطلع هيك انيقه. بس استنى لا خليهم يدخلوك قبل ما تصور معاه. اكل شي 70 بوسه من لما تجي. بس انا بوسه غير. مجال معلش كمل. خلصتي؟ شوف البنات قاعدين يتحركوا في عينك، لا ومفتخر. شوف يقول لك اكلت 70 بوسه اليوم، مبسوط؟ انت حيوان ولا ايش؟ هذا كيف مشهور الله يرحم لي امكم. صرت اكل، وهذه قالت له ايش؟ ايوه بس انا بوست غير، وقال لها عن جد ايوه صح. ايوه صح ايش يا اخي؟ بلغ على الشرطه يا اخي. اكثر ولد شفته يتحرك فيه جاستن بيبر، وما شفته يتحرك فيه بذي الدرجه. يبوسوه عينك ويصوروه ببوسه ودخيل مره ثانيه ومبسوط. 70 بوصه اليوم، يجمع في البوسات الخروف. ارفع الضغط. في واحدة كتبت خفك يا جنبك انك تسمع افكاري. لا حول ولا قوة الا بالله. قاعدين يتحركوا فيك في بث يخرب بيتك وانت ضحكة نقار الخشب. ايش البنت قالت لك خوفي اجري جنبك وتسمع افكاري. تحرش عينك وانت ايش يعني معطيها لي. الفتى ليش الكيوت اللي اذا ضحكت احط يدي في فمي وهاي كلاس، يعني خقوا علي زياده يا اخي. الله يقلع ابليسك ويقلع اشكالك ويقلع ابوك. مجانين انتوا ولا ايش؟ وكيف تخقوا على ذا بالله؟ هذا ايش؟ لو شفتوني انا ايش بتقولوا؟ الحمد لله اني ما طلع وجهي، بس لو طلعت وجهي ببلع 80 بوسه باليوم. بصير اجمع في البوسات زي ذا. بعدين انا ما عمري سمعت الاغنيه، بس اللي سمعته انه كل اغانيه عن الحب وما حب وايش. نقيم واحده من اغانيه. تخسرك الميال كاني بجبل الاعراف بين الجنه والنار. انت تعرفوا هذا ايش؟ هذه آية من سورة الأعراف. انت حيوانات ولا ايش؟ الانسان ذا تعدى الحدود. بعدين انا ماني قاعد اتكلم من كيسي، في مشايخ كثار قاعدين يقولوا نفس الشيء. ابحثوا عن الموضوع بتحصلوا. يعني اول شيء اغانيك زي الزفت، خكري وتقعد تدلع يتحرشوا فيك عينك وانت مبسوط، وقاعد تحط كلمات الله في اغنيتك التعبانه ذي. انت مجنون ولا ايش؟ لا، واللي يضحكني اكثر انه الرد على الشيخ. انت تحسه ديستراك ولا ايش؟ ما ينفع ترد على الشيخ. يعني اذا انت كنت شيخ اوكي ممكن، بس مئات الشيوخ ضدك وانت عمرك 21 ما ادري 20 توك بلغ وتبغى ترد على شيخ؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا نشوف رد التعبان، خلينا نشوف رده. إلهي بيسعد لي صباحكم الأكابر هذا. أول شيء شيخنا إلهي بيقبرني صباحك. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية شيخنا بلا مزاودة، يعني دقنك لهون أنت، يعني دقن باين بتوزع علم على البشرية، بس أنا عم خبرك. لا حول. هذا رد من جد؟ أنا حسبته يطقطق ولا حاجة زي كذا. رد من جد؟ لا هو قاعد يطقطق على لحية الشيخ. يهو
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا اخوان، كان كثيف اللحيه، وهي اصلا سنه انك تكون كثيف اللحيه، وذا قاعد يطقطق عليها. جبل الأعراف مش مثبتة إنه هي بالجنة، هي بعد محل نقاش. جبل الأعراف وين أو هو ليه موجود بالضبط؟ بالله ذا ايش قال؟ الشيخ عطاه دلائل ومئات الشيوخ ردوا عليه عطاه دلائل مش مثبته، قاعد يتميل. شوف يتميل حمد شيخ. هي نقطة ما عم زود عليك شيخ الكل، أنت يعني عم خبرك القليل من العلم الذي أملكه. القليل من العلم اللي انت تملكه، تخلي البنات يبوسوك عين عينك، البنات قاعدين يبوسوك عين عينك وانت مبسوط. اخي اعوذ بالله، بس الحمد لله انه انا يا اخوان. الواحد يقول انه الحمد لله ان انا ولا احكي لك عن ردود الفانزات. كفو عبود قصف جبهات، كفو حبوا عنانك، الحمد لله اهل الشام يا محمد، لا تنسى الشام يا الكل بحبك والله. شوفوا والله العظيم قسم بيت الله حبيت ربك، انا مش فاهم حاجه بس ماشي لك انا بحبك. انتم جنيتوا ولا مجانين ولا الجنون ولا فيكم جنون بجنون؟ العالم انجن. هذه كاتبه قصف جبهات، قصف جبهات ايش؟ الشيخ دخل عليه بالدلائل ومئات الشيوخ قاعدين يتكلم عنه. ذا قال له اوه والله لحيتك ما ادري ايش، وقاعد يستهزئ باللحيه. هذه كاتبه ليك انا بحبك اني عارفه انك ما بتكفر. كيف ما بيكفر؟ على كيف ابو امكم الدين هو ولا ايش؟ شوف ذي قاعد تبكي على اغنيه حب واحزان ومدري ايش. حبيبها اللي في روبلوكس خانها. لازم هي ما حبيبي حبه وبوسه يا اخي. حلو جمهوري. قديش عمرك انت؟ عينكم على الصرخه بس. قال لها حلو جمهوري، قالت له يوم كان عمري 7 كنت اتابع مدرسة الوحوش حقت ماينكرافت، وهذه قاعد تبكي على حب واحزان والله الدنيا ذي تغيرت. الشاب الوحيد اللي من بدايته ما لمس ولا بنت. وهذا ايش؟ هي جاوبي بسرعة، هذا ايش؟ اتوقع انها كلجت قصدها ما خلى ولا بنت في الحياة ذي الا وتصور معاها ولمسها وتبادل القبلات. البنات قاعدين يبوسوه عين عين وهو مبسوط. ايه زي روق يا قلبي انت. يا الله يا الله. انا حكيني اعطي نفس. تحت يا الله تحت. طلعي فيني اعطي نفس. شو اسمك انت؟ يقبرني الله يا رنا. قد عمرك انت؟ انا ما افهم، هو يقدم اغاني للاطفال ولا اغاني حب للكبار؟ ما ادري كيف هذه عمرها 10 واللي قبلها 7. وطف انتوا كيف تتابعوا الحاجات ذي وانتوا صغار؟ وات لك روح قلبي لا يردك. مين اللي يروح ذا؟ عمرك 7 سنوات، تحبي مين؟ جامبل ولا دارون خاق على واحد منهم ولا خانها في روبلوكس ولا ايش السالفه؟ بس شو اسمك؟ يقبرني ربك. ليه عم تبكي؟ انا ما يضحكني الا هو بنفسه مستغرب، يقول وطف انا اغاني ذي المفروض للكبار اللي يعشقون ويحبون، واللي خانهم زوجهم مدري خانتهم زوجتهم. الاطفال هذول كيف عندهم مشاعر وكيف قاعدين يبكوا؟ ويحب يسالهم يقول لهم ليش قاعد تبكي؟ وكلهم ما يجاوبوا. ما لومهم والله. تخيل اقول لهم والله حبيبي في روبلوكس خاني. بالله شوفوا. يقبرني ربك. ليه عم تبكي؟ طب ليش عم تبكي؟ قولي لي انه نفسك تتزوجي جامبل. قوليها يا اخي عادي، ترى انا كنت ابغى اتزوج اميرة العلكة، كان حلم من حلم حياتي. الله لا يردك، اقول روح خلص النيد وبس تعالي. الله لا يردك. قال لا اطفال اخر زمن. وينها عن الحزام؟ بس الحزام. كلمني عن اللوك الحلو ده حبيبي. انا سرقت الدبابيس تبع امي. المرة الماضية اسف امي ما حطيت جل على شعراتي، المرة اسف امي اخذت لك الدبابيس. بالله هذه سالفة المالك امسك على وجهك يا شيخ وخر بس على الجنب. على فكرة لحظة، ولما النساء حتى وقت اخر كلمة حكاها وكانت جنبه انتبهوا كان في قطعة قماش بين ايده وايدها. عن جد انه اكثر فنان بيطبق دينه صح وما بيسمح للفن والشهرة تبعد عن دينه. انا هيك شفت. المجنون ذي قاعد تقول انه هو ما لمس البنت اصلا، لا حاط قطعة قماش كذا في يده
بالله انتوا شايفين قطعه قماشه ولا انا اعمى ولا في شيء غلط ولا الفانزات ذول بيجننونا ولا ايش في؟ والله العظيم انجنيت وما انا قادر اتحمل والله العظيم. خلاص شفت شيء اسوء من السوء. يعطيكم الف عافيه مشاهده، لا تنسوا سبسكرايب لايك شير، وتعالوا تيك توك انا هناك نزل مقاطع قصيره جميله، وتعالوا انستغرام برضو. والسلام عليكم.